سيدي تم تحرير المعتقل بالكامل. واضح سلمت؟ الحرام هو ما تلبسين وشعرك. ابتعدي. تضابط في الحكومة الكافرة. احنا مو كفار، وانت ما لك حق تحاسبني. تراني لا اخاف منك ولا من 100 نجس امثالك. ايه انا ضابط عراقي وافتخر بعد. عافية عافية على الشجاعة. هل هذا معقول؟ وأنا ذهبت إليها إلى المشفى قبل غزوة الموصل وسألت عنها لأنتقم لثائر البغدادي، لكني لم أجدها. الدكتورة قصة كبيرة. اهدي حبيبتي، ابوس ايدك. ما اقدر، انت ما شفت اللي انا شفته. مو قادرة اتخيل المنظر اللي شفته قدامي. ذول وحوش، هذول مو بني ادمين ومستحيل يكون عندهم لا قلب ولا مشاعر. شو اسوي؟ ما اعرف شو اسوي. جوانا، موعد زواجك قرب. سافري عند والدك واخوانك، ريحي اعصابك، وانا رح اضل اقنع ابويا نترك الموصل. وإلى أين سوف تذهب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بوالينا الكريم. ماذا فعلت؟ ماذا تقصد؟ دخولك المستشفى وقتل عدد من المصابين الذين كانوا يتعالجون هناك. هم ضباط وجنود في الجيش والشرطة، وعقابهم واجب، ولا ندري ماذا كانوا سيفعلون إذا خرجوا من المشفى. أنت بهذا تفسد كل خططنا. نريد أن نعطي للأهالي الأمان إلى أن نثبت أقدامنا في الموصل وننظم أمورنا، ثم بعد ذلك ننفذ شرع الله. بشري، ماكو تليفونه مقفول لحد الان. قلبي دا يوجعني وخايفة على ذنون، كلش خايفة. الله يستر. زين، خابرة على الدكتورة جوانا، يجوز عندها خبر على ذنون. خابرت يا معودة ما ترد، هي هم ما ترد. يا الله يا الله، ايش دا يصير يا رب، ايش دا يصير؟ اريد ذنون منك يا ربي يا الله. يا رب. شنو الموقف على الارض بكركوك؟ سيدي احنا سيطرنا على كل المواقع ومسكنا الارض بكركوك. بقى كم موقع متمركزين بها الدواعش ويشنون منها الهجمات، لكن احنا صدينا كل هجماتهم وكبدناهم خسائر فادحه. يجب ان نضع خطه هجوميه نباغت بها الدواعش. نعم سيدي. سيدي، اجت اشاره بحدوث هجوم من الدواعش على احد مواقعنا. لازم نجهز قوه هجوميه بسرعه. الامر سيد. وقال رسولنا الكريم لنصارى نجران: ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أنفسهم وأموالهم وأرضهم وغائبهم وشاهدهم، لا يغيرون أسقفا عن أسقفيته، ولا راهبا عن رهبانيته، ولا واقفا من وقف بيته، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وليس ربا
ولا دم جاهلية، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين أو مظلومين. أما أعتبر هذا الكلام عهد حماية وأمان بيننا وبينكم؟ ألكم دينكم ولنا ديننا؟ أنتم إخوان، وحمايتكم واجبنا، ولكم الحق أن تمارسوا دينكم بحرية، وأي شخص يعتدي عليكم سنعاقبه أمامكم، كما أن أموالكم محفوظة وكنائسكم محصنة ودينكم مقدس، لأنكم من وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اللي أنا مستغربته ليش مولانا الوالي أبو خالد ما طبق النظام اللي سواه بالرقة من ناحية ملابس الرجال والنساء. مولانا أبو خالد ما يريد يتعجل هذه الأمور، يرى من كل شيء يطبق في وقته. زين شنو رأيك نفتح محل ملابس ويا معمل الخياطة حتى نستفاد أحسن من الغريب؟ الله عليك يا أبو الوليد، عرفت ليش أنا تزوجتك؟ هل أنت متأكد بأنه هو نفس القاضي النصراني الذي حكم عليك بالإعدام؟ بعيني، مستحيل أنساه. وماذا تنتظر؟ اذهب الآن وأفرغ مسدسك فيه. لما العجلة؟ لا أريد أن أغضب الوالي وأتصرف دون إذنه. ثم إلى أين سوف يذهب القاضي؟ والآن تحت يدي. انت تعرفين هذا الداعش اللي اسمه ابو عبد الله اللي كان بالكنيسة من هو؟ انت منين تعرفه؟ هذا مجرم وشهرته الدباح، ارتكب جرائم قتل وانا حكمت عليه بالاعدام. معقولة؟ هسه صار المحكوم عليه بالاعدام هو اللي صار يحكمنا. وفرضا احنا صار بيننا وبينهم عهد امان. الدواعش ارهابيين ما إلهم عهد ولا امان. انا مواطن عراقي حر وما راح ادفع الجزية اللي طلبوها من عندنا. ما حد يقدر يستعبدنا. ما وصيك ديري بالك على القاضي وكريستين. خلاص مسافرة دكتورة جوانا؟ ايه عمو لازم اروح سنجار، خليها تروح تريح اعصابها، هشتاق لك هواي حبيبتي. ربنا معاكي. مع السلامة عمو. مع السلامة. مع السلامة انت. أريد مقابلة الدكتورة جوانا. الدكتورة في إجازة. إجازة؟ نعم، إجازة عرس. أعطني عنوانها. عنوانها في سنجار. هذا صدقني بس اللي أعرفه. الحمد لله على السلامة حبيبتي واختي، اشتاقت لك هواية. وانا هم اشتقت لك. دكتورة مشتاقين لك. الحمد لله على السلامة. رحم الله والديك، نقذتينا. شلونك ام محمود؟ الحمد لله. والله لو ما انت كان احنا قد متبهدلين. ايوه شنو هالحكي؟ أنا جدا فرحانة بجيتك. كنا فرحانين. أعطيت أوامري إلى المكتب الإعلامي الذي يديره أخونا أبو البراء بإصدار وثيقة المدينة والتي سنوزعها على الأهالي. وثيقة المدينة؟ نعم، فمن المفترض أن يعلم الأهالي أن حياتهم قد تغيرت وأنهم أصبحوا يعيشون في العصر الإسلامي الصحيح، وسنبين في الوثيقة ما المسموح وما المرفوض في ولاية الموصل. والممنوع لن نذكره مرة واحدة بل على مراحل كي يتقبلوه ويتعايشوا معه. ولم لا نعلن مرة واحدة عما نريد أن نمنعه ونطبق ما فعلناه في الرق؟
في هذه الحال سيهاجر عدد كبير من أهالي الموصل خوفا وهربا منا، وهذا عكس ما نريد. فنحن نريدهم أن يتعايشوا معنا ويعملوا كي نأخذ منهم الضرائب. وما الذي سنفعله بالنسبة لهؤلاء منتسبي القوات الأمنية للنظام الرافضي؟ الحمد لله على سلامتك حبيبتي، نورت سنجار. نورت نيشان. هلا سماهر، شلونك؟ عاشت ايدك. حبيبتي شو بايجة؟ صاير شي؟ صاير شي؟ هي اخذت اجازة على مود نتزوج. الله يهنيكم ويسعدكم ان شاء الله يا رب. احنا كلش اسفين دكتورة، هواي ثقلنا عليك. بالعكس بيت بيتكم. زين شنو؟ احكي لي شو اخبار المستشفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المولى عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه هو الغفور الرحيم. وعن قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد أعلن مولانا الوالي أبو خالد وبموجب مرحلة البراء أعلن العفو عن كل منتسبي الجيش والشرطة. لذا فإن كل منتسبي الجيش والشرطة عليهم أن يعلنوا التوبة إلى حين. إن أرادوا أن يعلنوا التوبة عليهم أن يسلموا أسلحتهم وكل المعلومات التي يمتلكون، وليس الجيش والشرطة فقط، بل كل السياسيين والقضاة أيضا عليهم أن يعلنوا توبتهم في جامع عمر الأسود، أي في جامع عمر الأسود. تكبير! 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 الحمد لله عدد المتطوعين يتضاعف يوم بعد يوم. تضاعف عدد المتطوعين من شباب العراق إلى الحشد الشعبي يوما بعد يوم، ووصلت أرقام المنتسبين إلى أكثر من 100,000 متطوع خلال أشهر قليلة. أنا أكد لك أن الشيخ ذنون ما له علاقة لا بالسياسة ولا بشيء آخر. سيمكث عندنا وننتظر أوامر الوالي بخصوص الشيوخ الروافض المشركين. الروافض المشركين؟ هل عندك تسمية أخرى لهم؟ ليكن. أنا مستعد أقدم أي شيء تطلبوه مقابل الإفراج عن الشيخ ذنون. سأرفع طلبك وننتظر الرد. تفضل يا أنسة. طمنيني كيف صحة الوالد؟ من يوم ما غلقوا المحاكم وهو قاعد بالبيت. والله كلنا على الحال، باليوم ما يجي له زبون لزبون، يعني كلهم خرجوا من الموصل. يا عيننا الله. تعالي. انت مسيحية؟ ايه مسيحية، وجاي ادفع الجزية عني وعن ابويا. طيب املي كل البيانات بالاستمارة. يا سلام، رهيبة. أمنت لك المزاج من أحد أصدقاء المقربين وجلبت لك هذه القطعة بالكامل. سلمت يدك، ولكن احذر من صاحبك. لا اطمئن، هو يعلم تماما لو نطق بكلمة واحدة سوف لا يجد رأسه على رقبته.
هكذا تفعل. وسترى الكثير أيها الأمير. شكرا يا أبا كحلان. بلغ أميرنا أبا عبد الله سلامي. يصل. تفضلي. هناك. إنها سبية اشتريتها أنا وأبو كهلان لأجلك. سلمت يدك أنت وأبا كهلان. حسنا، أنا يجب أن أتركك وحدك حتى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ أنا اسمي سمر. سورية؟ بلى. اشلحي اشلحي. الشام وبنات الشام، هل أخبروك من أنا؟ لا، ما حدا خبرني. حسنا فعلوا. كم مرة باعوك وأنت سبية؟ باعوني 7 مرات. هذا كثير. ولكن الخبرة لها مذاق آخر. ارقصي. الموسيقى عندكم حرام. إيه؟ ثم نستغفر. ارقصي. ولش زينب، انت متأكدة من هذا الحكي؟ طبعا متأكدة. شكوا الشيخ حسين بالموصل خذوه وهدموه حسين. يا رب لطفك يا رب، يا رب ارحم ذنون يا رب ورجعنا يا لطفك يا رب. إن شاء الله ما يأذوهم، إن شاء الله يفرجون عنهم. منو؟ داعش يفرجون عنهم؟ انت سمعتي فديهم داعش ياخذوا الواحد ويطلعوه؟ يا رب اذا ما شو اسوي يا رب، جالي وين يروحون؟ يا الله يا الله. دير بالك تحكين شي قدام جوانه. البنية عرسها قرب، مو مال ننكد عليها. كافي من لما تنبيتها حارت بينا. كان هسه احنا حالنا من حال هواي عوالم متهجرة بالمخيمات. يا ربي يا رب ارحم ذنون ورجع يا رب يا رب. ستكون أنت يا أبا الوليد مسؤولا عن ديوان المظالم. هذا الديوان سيكون بديلا عن المحاكم التي لا تحكم بما أنزل الله، وقد أصدرت قرارا بهذا الأمر. ومن سيعين القضاة في ديوان المحاكم؟ ستقوم أنت يا أبا الوليد بتعيين من تراه مناسبا لهذه المهمة، وستكون مهمة هذا الديوان استقبال شكاوى المواطنين وإصدار الحكم فيها. وبالنسبة للقضايا الشرعية؟ سيكون لها محكمة خاصة بعقود الزواج والطلاق، وستكون أنت مسؤولا عنها باعتبارك قاضي القضاة. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا مولانا الوالي. يا أهلا بالإخوان، أهلا بكم الدولة الإسلامية. زين اللي اقتنعوا جيت. والله ما اعرف شنو اقول لك، ما اعرف. ايش بيك سمير؟ الشغله زين والراتب زين. ممتاز. بعدين شو راح يصير بينا؟ وعيونك الدولة الإسلامية باقية بالموصل وللأبد. شو عرفك؟ يمكن الوضع يتغير وبعدين نندم. لا تخاف، أهم شيء ندبر أمورنا. تدري يمكن يزوجونا. هذا اللي ماخذ عقلك. أنا ما أريد أنضم للدولة، ما أريد. إيش بيك سمير؟ إيش
بيك. خليك وياي. اكو شيء خاص مدفون بقلبك هو اللي معكر مزاجك اليوم. ليكون على مود القرار اللي طلعوه دواعش بوقف العمل بالمحاكم. القضايا كلها عينوا لها قاضي من عندهم حتى يبت بيها. ما اعتقد القاضي راح يفهم بشغلكم، خصوصا اجراءاتكم القانونيه. لواء عاصم، يا اجراءات قانونيه اللي انت تتكلم عنها. داعش كل اللي تعرفه عن الشرع والقانون هي فتاوى ابن تيميه ومحمد عبد الوهاب وغيرهم من اصحاب السلفيه الجهاديه. انتوا ايش تسوون؟ حرام عليكم. حرام هو ما تلبسين وشعرك. ابتعدي. انت ضابط الحكومة الكافرة. احنا مو كفار، تراني لا اخاف منك ولا من 100 نجس امثالك. عافية عافية على الشجاعة. لماذا لم تأتي معك؟ ألم تنتهي إجازتها؟ فعلا لم تعد معي، ولكن قل لي لما أنت مهتم بها إلى هذا الحد؟ لا أعرف. لا أعرف ماذا حدث لي عندما رأيتها أول مرة. رأيت شجاعتها. لم تخف، مع أنها تعرف جيدا أنني أستطيع أن أنهي حياتها بطلقة. لنفرض أن هذا السبب الوحيد الذي جعلك مهتم بها أكثر مما ينبغي، ولكن قل لي، هل هناك أمر آخر؟ أخبرك بشيء. خيرا. حلمت بها. حلمت بها؟ وكانت ترقص لي كأنها حورية من حوريات الجنة. ليش ما تاكلين ام الوليد؟ ما اشتهي. ليش؟ مو خلصنا تجهيزات محل ملابس؟ العمر خلاص، والله اللي حد العمر رزقني بأولاد يكونون سند إلنا بهاي الدنيا. اصبري اصبري يا ام الوليد، وربنا سبحانه وتعالى حيعوضنا عن الاولاد بحاجات كتير. ولا تكوني غيرتي رأيك في موضوع زواجي الثاني حتى يصيرون أولادي أولادك وإلك. أبقى سلسلة الزواج يا أبو الوليد ولا تفتحها مرة ثانية. مو هذا شرع الله اللي أقمنا الدولة الإسلامية حتى نطبقه؟ موضوع الحقيقة هي أن الهجرة التي حصلت في كثير من مناطق العراق، وتحديدا هجرة أهالي الموصل وتل عفر وغيرهم من المناطق التي استولت عليها داعش، سببت أعباء إضافية على إقليم كردستان، وبشكل خاص على مدينة أربيل، لأن أعداد النازحين والهاربين من داعش وصل في كردستان لأكثر من 1.5 مليون مواطن. السلام عليكم. السلام عليكم. حقا ما سلم علي. شو سويت بروحي اني؟ ايش تعبت نفسك واجيت سنجار؟ لا تعب ولا شيء، يعني ما تريديني اجي اطمن عليكم؟ الله يحفظك. عمي شيرة، شو اخبار كركوك؟ الحمد لله، كركوك الآن استقرت، ولو ما زلنا يعني
فلول داعش ما تزال موجودة ببعض الأماكن، لكن البيشمركة راح يصفوها تمام إن شاء الله. الحمد لله. لازم تحضر العرس. والله ما أتصور. شلون ما تتصور؟ إذا ما أجيت رح أزعل. مساء الخير. مساء النور. استريح استريح استريح. تفضل استريح. شكرا. يلا شلون قيس؟ الحمد لله. زيارة مفاجأة. كان عندي لقاء مع مسؤول حزبي بكردستان، قلت لحالي أمر أسلم عليكم. انت انضميت ويا داعش؟ ايوه شو اسوي؟ بعد ما فندق الحاج كاو اخذوه الدولة الإسلامية. يا سلام، كنت تروح تدور لك على أي شغلة ثانية غير هاي الشغلة، ما تروح تشتغل ويا المجرمين والسفاحين؟ أنا لا رح أقتل ولا أذبح أحد، المهم ينطوني شغل، أخذ منه راتب، نقدر نعيش وأصرف على البيت، وأنت تكملين جامعتك. وأمك عرفت؟ لا ما تدري. سمير، أمي إذا عرفت راح تصير مصيبة. السلام عليكم. هلا يما، هلا حبيبتي. شكو شبيكم؟ ماكو شي يما حبيبتي. وكو شو ماكو؟ شكو قولوا لي. يما ماكو شي. قررنا إعادة فتح وتشغيل المصالح الحكومية كالماء والكهرباء والبلدية، وستكون تحت إدارتنا. طيب، وهذا سيزيد من دخل الدولة الإسلامية. وقررنا أيضا فرض ضريبة على أصحاب المحال التجارية والمعامل وغيرهم بنسبة 25%. على بركة الله. وهناك خبر آخر. وما هو هذا الخبر؟ لقد أمر خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي بإنزال الصلبان عن الكنائس وعدم حمل أي إشارة للصليب، وأنهم مرحب بهم بيننا شرط أن يشهروا إسلامهم. تشرب قهوة؟ ايش بيك نشانك؟ وشي مضايقك؟ انت مو شايفه اهتمام قيس بيك مبالغ به؟ مبالغ بيه شلون يعني؟ انت مو قلتي لي اجاك المستشفى وقت حضرت تجوال وجيته الك السنجار واتصالاته المستمره، كل هذا حتى يطمن عليك؟ هو صديقي يعني اعرفه من سنين، ما اشوف به شيء. صديق؟ ايه صديقي. انت شايف اكو شيء ثاني؟ أنا ما أغير ديني وما أترك الموصل، وإذا يريدون يقتلوني فأنا مستعد وجاهز. يا عين يا الياس، بس اهدأ. كيف أهدأ؟ قل لي كيف أهدأ؟ أنت ما سمعت آخر تعليمات وأوامر داعش؟ يا أخي أنا أعرف الوضع بالموصل ما يطمن. احنا لازم نطلع من الموصل. أترجاك أترجاك أبوس إيدك، كل شيء قاعد يتدهور بالموصل يوم بعد يوم. بنتي، أنا سبق وقلت إنه أنا ما راح أترك البلد اللي انولدت وتربيت بيه. لن أحني رأسي للإرهابيين. انتوا ليش تخالفون اوامر خليفة المسلمين بعدم رفع الصلبان داخل الدولة الاسلامية؟ ها؟ وبعدين شو
هاي الصور حيكون حرام. وقفوا ايش بيكم؟ خليني اقول لك فد شيء. قول شندك. رسولكم من دخل مكة هو أمر بتحطيم الأصنام وكل الصور اللي كانت موجودة في مكة، ولكن ايش سوى؟ خلى ايدتين اثنين على صورتين ايقونتين، وقال كل شيء تدمرون ما عدا هالصورتين، واحدة كانت ليسوع المسيح والثانية كانت لمريم العذراء. لك انت تعلمني بديني يا نصراني؟ حراس